ايه يا حاج ابو عبده، انت بتجهز هتعمل عرض جديد ولا ايه؟ لا ما فيهاش عروض يا عم يوسف، خلاص. إيه انت والله ما فيها شكلك عروض يا زعلان أخي. ولا ايه؟ والله يا اخي، والله زعلان ربك ليه يا اللي عم؟ يعلم والله ده يا انت أخي. بتحاول تراضي الناس كلها واسعارك زي الفل. لا مش قصه اسعار، قصه في حوار تاني خالص. اهم حاجه الناس تصلي على الرسول. اللهم صل ما دام انت وسلم بدات وبارك على سيدنا تصور بقى، محمد. تمام. صلي على الحبيب. قلبك يطيب. بس بص انت يا ست شكلك الكل، زعلان الموضوع خالص. النهارده مش قصه فيديو، هو الموضوع كده ياخد منك 5 6 دقايق. بس بالله عليك لو بتحب ربك حط لايك وصلي على الحبيب في الكومنتات. وبالله تمام؟ عليكم كله يشير الفيديو دوت لوجه تمام؟ الله عشان خاطر الناس كلها تعرف اسلوبنا وطريقتنا. ويا تمام؟ جماعه احنا الحمد لله تعالى على ارض الواقع الناس عارفانا الحمد لله بفضل الله. بص بقى يا عم يوسف، دلوقتي يا جماعه في ناس كتير بتخش في الكومنتات سواء على الفيسبوك، حتى لو سواء انت على بترد التيك عليهم توك. في التليفون. سواء على التيك توك، سواء على قناه اليوتيوب. صفحه اليوتيوب الجديده اللي عملناها. تمام؟ بيخشوا انتوا ناس قليله الذوق ويشتموا ويقولوا انتوا ما عندكوش مصداقيه، اسعاركم بتقولوها فبرك وكل الكلام ده. ست الكل مفيش الكلام ده خالص عندنا بفضل ونعمه. انت جيتي عندي ارض الواقع في معرضي ولقيتيني مش عامل لك عرض حقيقي، فضل وانا راجل. بص بس على حته الاونلاين انا بحاول انا اخدمك ان اوصل لك منتج تمام للبيت، بس انا اصلا راجل تاجر ليا ما عندناش المعارض حد ماسك لنا صفحات، ما احنا انا طالعين هقول كده له. ومفيش حد ماسك صفحه، مش انت بتجيب تيم او تجيب طقم تمسك الصفحه. احنا لا لسه لو في حد يقدر يساعدنا تمام؟ في الموضوع ده يا ريت مفيش حد لسه ماسكها. طب ايه الموضوع؟ الموضوع طبعا ان في ناس كتير دخلت تمام بتقول انت ما بتردش وما بتقدش الرسائل اللي على الواتس. تعالى يا عم يوسف، ده الواتس عندي يا ست الكل. ده مصفر يا جماعه. بص عندي الواتس الشخصي بتاعي انا اصلا نفسه ده 144 رساله مالناش دعوه بيه. ادي الواتس اللي بينزل على الصفحه دلوقتي. احنا داخلين قدر اهو. تمام؟ بص يا ست الكل، اما ارد على مين ولا مين؟ تمام؟ يعني بص انت معايا اهو، انا ماشي اهو. بصي هتلاقي اخضر وفي شويه ترد عليهم وفي شويه بص اللي بنرد عليهم دلوقتي اللي بناخد منهم اوردرات. طب لو احنا عملنا كده تمام مثلا يا عم يوسف، طلعنا الغير مقروء اهو تمام من الساعه 9 مساء. بص يا ست الكل، انا ده كله غير مقروء. تمام؟ طب انا غصب عني، ده رزق وجاي لنا المفروض نستقبله. يعني انا ايه اللي يخليني تبارك الله كل اوردر من ده لو انا هاخده انا تبارك الله انا بقيت اغنى اغنياء مصر بعون الله عز وجل. بس لسه ربنا سبحانه وتعالى ما كتبليش رزق في الاوردرات دي، لسه ما كتبليش ايه رزق. انت واخده بالك؟ احنا لو قعدنا ننزل من هنا تمام. لبكره هنزل ده كله لسه في 24. تمام اهو. طب كل دوت احنا بنتكلم في يومين يا جماعه والله. خدت بالك؟ ادي كده ده كده حاجه رقم 2. طب رسائل الصفحه عندنا مجموعه الاداره اللي هي الاداره الادوات دي تمام اللي بتجيب لي الرسائل الصفحه. تمام؟ هنيجي نخش كده حضرتك، هكتب التعليقات كده اهو. تمام؟ انا كل حاجه من دي لو هخش في مثلا حد اهو تمام باعت مثلا في الجليتر ده. طب بص يا جماعه كان نازل من 5 6 شهور كنت لابس نص كم. تمام؟ هو الحمد لله تعدي يعني نشره تاني او حد دخل كل دي تعليقات فيه، فانا ما بردش فتلاقي ناس داخله تغلط مثلا او حاجه. طب ليه؟ تمام اهو هنخش ده مثلا في وسط تاني بعديه مثلا. تمام اهو. تمام؟ ده مثلا بتاع الوش البطانيه اهو. تمام؟ بنرد على قد ما نقدر يعني. اللي اديني عايز بقى التليفون. المختصر في الكلام انا يا ست الكل هحاول اسعى واجيب ناس فيها تمسك الصفحه، ولو حد يعرف يساعدنا فعلا يكلمنا والله. ولو حد في بنت مثلا ليها في شغل اونلاين او حد يقدر يساعدنا او يفيدنا في الحوار ده يكلمنا، احنا ما بنتكبرش على حد. تكلمنا على 010 966 35 66 3. تمام؟ تقول لها ليه في شغل اونلاين هتيجي هنا، بس انا عاوز حد يجي معايا ارض الواقع. ليه؟ اما يا جماعه مش من بيت، عشان في ناس كلها عاوزه الصور وعاوزه بالظبط. تمام؟ في بقى ايه نقطه ثانيه يعني لا لسه ما قفلناش النقطه دي. اما يا جماعه انتوا لو جيتوا على ارض الواقع تعالوا نورونا في الحوامديه. تمام؟ هتعرفوا ان احنا الحمد لله اسعارنا كلها حقيقيه 100%. تبارك الله. احنا عمرنا ما عملناش. يا عم استنى، احنا مدينه، بص احنا معنونا مدينه الحوامديه سهران بعد ام منيب تبع محافظه الجيزه مع بابا عبده المفروش. انا عشان بس الناس احنا يعني انت ممكن ما بيشوفش التعليقات دي كتير عشان خاطر انت برضه ممكن يسال اللي بيتكلم هو اللي بيشوف الاعلانات اللي بيشوف التعليقات. بالظبط. انا عايز اعرفهم ان الناس كتير عشان مش بنرد عليهم فاكرين ان احنا اسعارنا فيك وان احنا بنحور في الفيديوهات عشان نجيب مشاهده والكلام ده كله. تعالي هنا على ارض الواقع، لو جيتي من اي محافظه في مصر ما لقيتيش السعر حقيقي انا هدفع مصطلح جاي وادفع المبلغ اللي انت عاوزاه. انت تعالي لنا في المعرض والله. انا بقى حته الرد اللي على الواتس والاوردرات انا بسعى. ده اجتهاد مننا والله. محدش يعاتبني لو انا قصرت عشان ده غصب عني لحد ما اجيب حد فعلا يرد معايا على الواتس ويمسك الصفحه ويمسك التعليقات ويمسك الكلام ده كله. تمام؟ بالنسبه بقى النقطه ثانيه نسبه الشحن، انا بشحن اوردراتي كلها مع شركه ارجنت. انا دي الشركه اللي مريحاني وبتستلم مني، فالشركه دي يا جماعه ما تخشش كوره، هي بتستلم في المحافظات وفي المدن وفي المراكز. اكيد الناس اللي عارفه شركه ارجنت عارفه الكلام ده. فانت لو في القريه هتطلبي اوردر هو هيسلمك في اقرب مركز اقرب مدينه ليكي. تمام؟ طب في ناس بتبقى في عماير تيجي تكلمني تقول لي انا مندوب بيرن علشان يسلمني الاوردر ومش عايز يطلع لي العماره. حضرتك ما بيطلعش عماير لحد خالص. شركه ارجنت معروفه بتقف بالعربيه قدام باب العماره لو شارع رئيسي او في مكان داخل المدينه وبيتصل يجمع الناس ويستلموا الاوردرات. ده معروف عن شركه ارجنت وانا مش هحش غير معاه. جدع والله ما حدش يعني ياخدها فعلا بسخريه. في زبونه كلمتني من يومين من فيصل. تمام؟ الاول المندوب كلمني قال لي العميله مش هتاخد الاوردر وتنزل من العماره.
فانا رحت كلمت الاستاذه قلت لها يا ست الكل المندوب ردنا عليك لو مشي هتدفع حق الشحن رايح جاي، انا كده باخد الدفعه مقدما. قلت لها هقسم لك الفلوس وهبعت لك الباقي على الاوردر، بس الشحن رايح جاي هيبقى عليك وده حرام. راحت تقول لي يا استاذه انا عامله حمام كريم انزل له ازاي؟ حمام كريم يا ست الكل، انا مالي انا بحمام الكريم حضرتك عمال ده مش مشكلتنا يا خالص ست الكل انا مش فاتح كوافير يا انا. جماعه. احنا لو قعدنا نقول لكم امثال زي كده كتير مش عشان هنخلص. نلخص الموضوع ده تمام يا جماعه، بابا عبده معروف تبارك الله مدينه الحوامديه بعد منيب محافظه الجيزه، بابا عبده للمفروشات. الدفع مقدما ليه يا جماعه بقى؟ شركه ايرجنت لو احنا هي اللي استلمت الفلوس هتيجي تديها لنا بعد مده كبيره، فانا باخد استلام فلوس استلام فوري عشان خاطر احنا برضو ملتزمين بفلوس ودنيا. الناس فاحنا مش بدون هينفع. كاش. انا كتاجر مش شغال اونلاين، في ناس بتاع اونلاين بتستلم فلوسها مع الدفع دي، هي ناس نازله السوشيال ميديا عشان تبيع اونلاين مخسره راس مالها للاونلاين. انا راجل مش بتاع الكلام ده. ولا وانا راس مالي اصلا انا بديكم عروض حقيقيه، فمش بزود عليكم في الاسعار. تمام. فانا ركنه الفلوس دي هتبقى عليا بخساره. مفيش حاجه ثانيه هنقولها على ما اعتقد. تمام. اهم حاجه طولنا عليكم العنوان معلش يا اخي. العنوان احنا جامعه مدينه الحوامديه صهران، ونفسي الناس كلها تجي لنا بدل الرسايل. بقى مدينه الحوامديه صهران بعد المنيب طبعا محافظه الجيزه مع بابا عبده للمفروشات. تمام. رقمنا فيه رقمين، الرقم 031 57 130 75 لو انت تعمل اي اوردر قطاع على الرقم ده واتس. طب اي تاجر جمله، اي حد بيبيع في البيت او هتعمل مشروع او بيبيع مفروشات هتتابعينا على 010 9 66 35 66 3. تمام. احنا قلنا كل اللي احنا عايزين نقوله، بعض الانتقادات الناس بتقدمها لنا، انتوا على راسنا من فوق، وانتوا احنا ناجحين بيكم، وانتوا فعلا ربنا يعني وربنا يا رب يبارك لكل الامه الاسلاميه يا رب في شهر رجب، ويبلغنا شهر شعبان، وبعد كده يبلغنا شهر رمضان يا رب عز وجل. تمام. حط رايك وصلي على الرسول ودعوا ربنا يسترها معانا.